السلام عليكم. انهيار وجنون الإعلام الجزائري بعد زيارة زين الدين زيدان للمغرب لافتتاح كأس العالم للأندية اليوم، ويسخر من الحافلات الجزائرية التي نقلت المنتخب الكاميروني. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في مفاجأة غير متوقعة، نقلت الإذاعة الأسبانية من قليل أن زين الدين زيدان ذهب للمغرب وأكد حضوره لحفل افتتاح كأس العالم للأندية اليوم بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. وأكد زين الدين زيدان أن المغرب بلد عزيز على قلبه ودائم الزيارة إلى المغرب، وأنه معجب جدا بالتطور الرياضي في المغرب وخاصة المنتخب المغربي الذي نال المركز الرابع في كأس العالم بقطر. فالمنتخب المغربي شرف كل القارة الإفريقية والدول العربية في هذا المحفل العالمي، وسوف أساند المغرب من أجل استضافتها كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 لأنها تستحق هذا، وهذا أقل واجب من الممكن أن تقدمه القارة الإفريقية للمغرب. وردا عن سؤال الصحفي لماذا لم تذهب للجزائر في افتتاح الشان وتذهب الآن للمغرب، فرد وقال: لقد أراد العسكر الجزائري استخدامي في ادعاءات سياسية ضد المغرب، وهذا ما رفضته تماما. وقالوا لي لابد أن تتحدث عن وضع الصحراء الغربية ومن أجل استقلالها. فيبدو أن العسكر الجزائري يعيش في غيبوبة، لأن العالم أجمع يعترف أن هذه الصحراء مغربية وستظل مغربية للأبد. ولقد شاهدت بالأمس مشهد مضحك للغاية بسبب استخدام الجزائر سيارات متهالكة لنقل المنتخب الكاميروني إلى المطار، وكأننا نعيش في القرون الوسطى. إنما نشاهد في المغرب مدى التطور والحافلات الحديثة التي استخدمتها المغرب لنقل الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، ومدى الاستقبال الرائع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وكمية طعام لا بأس به أمام اللاعبين والمدربين. فالمغرب جعلت من كأس العالم للأندية دعاية إيجابية لها من أجل تنظيم كأس الأمم الإفريقية لعام 2025، وأنا مع المغرب قلبا وقالبا في هذا الملف. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.